يسقط حكم العسكر. تحيا الدولة المدنية، أنا بسبيل الاستقلال، أنا بسبيل الحرية. يسقط حكم العسكر. تحيا الدولة المدنية، تحيا دولة الحرام. يسقط النظام، دولة الحرام. يسقط النظام، دولة الحرام. يسقط النظام، دولة الحرام. يسقط النظام، دولة. بعد ما انتشر الهاشتاغ ديال مانيش راضي في الجزائر، خرجوا الابواق الاعلاميين ديالهم كيتهموا فيه المغرب باللي هو السبب وهو اللي خرج هذا الهاشتاغ باش يخلق الفتنه عندهم. وهذا الهاشتاغ اللي انتشر بسرعه في دوره الكبرانات كان بسبب تدهور الاوضاع المعيشيه والبطاله والفساد وقمع الحريات، الامر اللي خلى المواطنين يخرجوا يطالبوا باسقاط النظام العسكري واقامه نظام ديمقراطي شفاف. نخليكم مع الاعلام الكرغولي، ضروري ما يغطي على الاخفاقات ديالهم بالاتهامات الباطله اللي كيلصقها ديما للمغرب. حملة مانيش راضي ربما نسبها ذباب نظام المخزن للجزائريين كأنهم غير راضين على الواقع المعاش اليوم في الجزائر، ولكن لما تم كشف مصدر هذه الحملات تم معرفة أن مصدرها من المغرب، ولكن الشعب الجزائري كان بالمرصاد أمام كل هذه المكائد والمؤامرات المخابراتية المغربية، نظام المخزن بدعم من المخابرات الفرنسية. اليوم في البداية نتكلم عن وعي الشعب الجزائري، وكأنه يعني اليوم هو واعي جدا بخطورة هذه المؤامرات التي تستهدف عمق واستقرار الجزائر. أشكر أستاذ. يعني حقيقة اليوم نتحدث بأريحية عندما نتحدث بجانب الوطنية، نحن السيادة الوطنية. يعني بالنسبة ما يحدث اليوم في على مستوى الصعيد العالمي وبدون يعني تحديد، لأنه اليوم المجتمع الجزائري مجتمع مثقف ويعي ما يفعل ويعي ما يوجد ويعي من دسائس ومن حسد ومن غيرة ومن يعني اليوم حمايته لمصالحه، خلينا نقول مصالحه يعني الوطنية الاقتصادية السياسية الاجتماعية الاستراتيجية في انحاء ربوع العالم. وبالتالي اليوم الجزائر أنا بكل يعني فخر أقولها وأكرر، لا يوجد اثنين يختلفون على قوة الجزائر ولا على رصيد الجزائر التاريخي، لأنه اليوم من يتحدث عن الجزائر ثقي تماما ليس له تاريخ. نحن اليوم نتعدى من الدول اللي يعني المحسوبة على الأصابع بالنسبة لتاريخ الجزائر الحافل بالمسارات، يعني في كل التوجهات يعني السياسية والاجتماعية والدولية والاقتصادية. وبالتالي يعني من يريد المساس بقوة الجزائر هذا بيت العشم إبليس في الجنة عندما نتحدث بذلك. أيضا اليوم ما يقوم به يعني المخزن اليوم أمام يعني رصيد قوي وطني تاريخي نوفمبري بالنسبة للمجتمع الجزائري، للجيل الجزائري، للجيل الناشئ، للجيل سواء يعني اليوم والحاضر والمستقبل. هذا الدليل يدل على أنه لا يسمن ولا يغني كل هذه التجاوزات، كل هذه المساس. إذا أردنا أن نتحدث عن الوضعية فنذهب إلى من يريد يعني تحسيس وتأزيم هذا الوضع بالنسبة لتلك المخزن الذي يعني نحيي أيضا الشعب، معاناة الشعب المغربي حقيقة على الملأ ما يقوم به هذا المخزن اجتهادا لهذا المجتمع. وليس نحن نتحدث اليوم على فخر ومعزة وقيمة الشعب الجزائري بين أحضان وأكناف يعني خلينا نقولها سلطته وجيشه. هذا دل يدل على اليوم هناك توافق. يعني عندما نتحدث من يريد المساس، لا يوجد دول في العالم من يعني تمنح السكنات وتمنح حتى النقل والدراسة المجانية وكذا. هذا دل يدل على افتخار هذا السلطة، هذا الكادر يعني السلطوي بهذا المجتمع بهذا شعبه. وبالتالي لا نستطيع اليوم نتحدث أو نسيء إلى أن يوجد جزائري يختلف. وكانت التغريدة حقيقة على كل يعني تويتر، على كل ما يعني خلينا نقول نقاط التواصل الاجتماعي. نعم كان هناك فعلا ردة فعل قوية يعني خلينا نوفمبرية بالضبط. هذا دل يدل على أنه القومية، نتحدث عن الصلابة، نتحدث عن الثورة، نتحدث عن يعني ما هو ماضي وهو مستقبل، وحتى على أبعد حدود أنه المجتمع الجزائري لن يستطيع أحد حقيقة، ونحن بخير حقيقة. ما يحدث اليوم وتسيير خلينا نقول المسيرات التي تسيرها بعض الأشخاص ويصنعون الرجال بالكرتون، هذه خلينا نقولها بصراحة نحن اليوم أكبر من هذه الكرتونات وأكبر من هذه المخازن وأكبر من هذه العقليات اللي يعني الدسيسة. لأنه عندما يذهب المصالح تذهب المصالح العامة، تأتي المصالح الضيقة بالنسبة لمن يريد المساس بقوة الجزائر خارجيا. أنه نتحدث اليوم على نتأسف عندما نلاحظ الجيرة ما يقوم به اليوم حقيقة نظام المخزن هو يعني دسائس خسيسة
أن نستطيع الحدث عنها اليوم أو حتى نعطيها قيمة أكبر من حجمها، لأنه خلينا نقول الصغير خلينا نقول يعني بكل صحة العبارة الصغير يبقى صغير والكبير هو كبير حقيقة. والعالم يعي أن الجزائر ما موقفها وما شجاعتها وما يعني خلينا نقول الفتوحات المستقبلية لتواجد الجزائري في المنابر العالمية. هذا أكبر دليل ما حدث يعني مؤخرا بوجود الجزائر. عن هذه النقطة أستاذ موسى عاشور، هذا التكالب غير المسبوق من طرف نظام المخزن بدعم من باريس والمخابرات الفرنسية عبر مختلف الأبواق الإعلامية والسياسية ضد الجزائر، هل يتعلق الأمر بالنزعة الجزائرية وسيادة القرارات الجزائرية اليوم، خاصة كما قلت عبر المحافل الدولية في مجلس الأمن ودعمها أيضا للقضايا العادلة على غرار قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية؟ هل أزعج الموقف الجزائري باريس ونظام المخزن ما جعل هذا التكالب ربما غير مسبوق خاصة في الأيام القليلة هذه؟ يعني أستاذ الفاضل، ننطلق من مقعد غير دائم مجلس الأمن بالنسبة لوجود الجزائر. يعني جيدا اليوم ليس الشعب الجزائري الذي انتخب الجزائر في هذا المقعد، هناك يعني حقيقة يعني انتخاب ساحق من المجموعة الدولية للجزائر. هذا يدل على موقف الجزائر الدبلوماسي المشرف، جهاز الدبلوماسي الجزائري، موقف الجزائر عدم تدخل في شؤون الغير، موقف الجزائر في كيفية تطبيق ما يسمى السلم والأمن الدوليين. هذا ما تبحث عنه اليوم العالم بأسره والمجتمعات الدولية. ولاحظ هناك يعني تنافر من الذين كانوا يعتقدون أن الديمقراطية ومن صنع الديمقراطية وحقوق الإنسان. نتحدث اليوم عن أن الجزائر جسدت وكرست هذا تاريخيا على ما معنى حقوق الإنسان وما معنى هو التواصل الوطني داخل المجتمعات الدولية. يعني أستاذ الفاضل، اليوم يجب أن نتحدث موقف الجزائر ناحية جيدا تاريخيا ليس يعني بالجديد بالنسبة للجزائر. والجزائر ضاربة في عرض الحائط كل بشعبها بسلطتها بقوتها باستراتيجيتها بجغرافيتها. لن يستطيع أحد مساس الجزائر، لأنه نحن عندما تفضلت وتحدثت على خلينا نقول على حركات تحرر من قضية فلسطينية من قضية الصحراء الغربية، اليوم لسنا نحن اليوم نبحث، لأنه هذا موضوع قضية الصحراء الغربية موجود في المحافل الدولية. هناك قرارات دولية شرعية دولية تعطي حق الشعب الصحراوي بتغيير مصيره، وبالتالي نتحدث. لسنا نحن اليوم يعني خلينا نقول يعني وأصبحنا بمستوى آخر كأننا نتدخل في شؤون الغير، بل هذا موجود على في المحافل الدولية، موجود على المنبر الدولي. وبالتالي اليوم موقف الجزائر الصارم والشجاع والمتكرر في المجلس الأمن وفي الأمم المتحدة هذا من لن يرضي من تعطيه إعازات خارجية أو تسيير خلينا نقول مثل المسيرات الخارجية من سواء كانت الكيان الصهيوني عبر يعني خلينا نقول يعني المخابرات الفرنسية أو خلينا نقول الشخص الوحيد الذي اليوم لأن هناك أيضا أشخاص موجودة في فرنسا ترفض ما يقوم به ماكرون. يعني حتى هناك أحزاب، هناك يمين متطرف الذي هو يدعم ويساند هذه الأفكار يعني السوقية، الأفكار يعني خلينا نقول العنصرية المتعنصرة. وهذا ما جعل أيضا يعني إخواننا في يعني للأسف في مخزن الذي أصبحت يد عاملة تشرف على القيام بهذه المشاريع، يعني السلوك الغير حضري بالنسبة للجيرة والتاريخ يعني الذي يربط بين الجزائر والشعب المغربي. بالفعل سنواصل هذا النقاش أستاذ موسى عاشور، ولكن بعد ولي أهلا بك من جديد أستاذ. إذا دائما كما تحدثنا قبل الفاصل الجزائريون يسقطون مخططات نظام المخزن بدعم من المخابرات الفرنسية، يردون على حملة مانيش راضي بحملة معاكسة، حملة أنا مع بلادي، هذا الهاشتاج اللي ربما طغى على مواقع التواصل الاجتماعي. نتكلم عن نقطة مهمة أستاذ موسى عاشور، هل نظام المخزن يود إبعاد النظر عن واقعه المعاش والظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب المغربي بتكالبه على الجزائر وهذه الحملات المغرضة خاصة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي؟ يعني في نظام المخزن نعرفها منذ سنوات، ولكن الحملات الإلكترونية الشنعاء التي يديرها ذباب نظام المخزن اليوم أصبحت ربما لإبعاد النظر عن الواقع المعاش في المغرب. يعني أستاذ يعني بدون مجاملة اليوم يجب أن نتحدث نعمل يعني خلينا نقول معادلة حسابية بين واقع المجتمع المغربي المحترم يعني مهما كان إخواننا، وأيضا نتحدث على المجتمع الجزائري. هناك فارق يعني من يعني شاسع جدا، يعني نستطيع يعني مقارنة. يعني اليوم ما يقوم به هذا المخزن هي المجموعة المتصهينة حقيقة التي هي أداة يعني ما تقوم به اليوم، وهي عبارة عن نقلة حقيقة لواقع ما يعيشه نحن نلاحظ قبل فترة ما يحدث في المجتمع المغربي، واعتداءات على المواطنين البسطاء، اعتداءات على النساء، على الأطفال. هذا كله يدل على أن هناك وسيلة نظام قمعي حقيقة
يعانيه المجتمع يعني المغربي. واحنا نتواجد في الكثير من يعني خلينا نقول في الزيارات الخارجيه الاكاديميه، هناك لنا اصدقاء يعني اساتذه يعني من نفس الاطر ويتحدثون حقيقه على يعني وضعهم السيء، يعني حقيقه على المعاملات السيئه من يعني هذه عباره عن يعني خلينا نقول شهادات حيه، يعني اكاديميين يتحدثون. وما ادراك المجتمع يعني البسيط ما يحدث فيه اليوم. هو ارادوا فعلا نقل يعني المعاناه لهذا يعني ابتزاز هذا الشعب، يعني خلينا نقول تحطيم هذا الشعب المغربي ونقله على اساس انه هذا يعتبر في التوازن مع الشعب الجزائري. هذا شيء عيب نتحدث به. يعني الحمد لله والمجتمع الجزائري يعي جيدا، وحتى الشعب المغربي يعي جيدا ما يقوم به يعني خلينا نقول النظام المخزني على من ضغوطات ومن مآسي ومن يعني إهانات ومن دل حقيقة على أفراد مستوى المجتمع المغربي. وبالتالي هم أرادوا تسويق يعني مشروع داخلي على المشروع يعني الوطني الجزائري. وهذا يعني أعتقد نحن كما قال يعني نحن مع بلادي، هذا يدل أن اليوم المجتمع الجزائري لن يهمه هذه المعادلات ولن تهمه هذه الصور الدخيلة، ولن نتقارب ونتساوى في الأفعال ما تقوم به حقيقة النظام المخزني على النظام الجزائري. هذا يدل على أنه فعلا يعني هذا اليوم إغراء يعني أو يعني كمحاولة إساءة لقوة الجزائر عبر هذه النقاط المشينة. ونحن نستطيع نقول أنه كلنا نعي جيدا ما يعانيه المجتمع المغربي. وبالتالي مثل ما سبق وقام أيضا المغاربة المخزن خلينا نقول عفوا ما قاموا بنظام عندما لوحظ الزراعة في الجزائر، التطور الزراعي في الجزائر والفلاحي، قاموا بنظام عفوا نظام 3D وصنعوا ايضا. وهذا يدل على انه اليوم يعني خلينا نقول الكيان هذا المخزن الذي اليوم اصبح اداه يريد المساس بقوه الجزائر في كل الاصعده. يعني كل شهر لنا يعني سيناريو مع حقيقه مع هذا النظام المخزن، وسواء كان اقتصادي ولا سياسي ولا اجتماعي. وبالتالي نحن تعودنا على هذه الابر الفاشله حقيقه التي لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبه للمجتمع الجزائري. تحدثوا عن الزراعه والفلاحه والاكتفاء الذاتي الجزائري والتصدير الجزائري بالنسبه للنخب الاول خاصه من جهه القمح. ونعي جيدا قبل شهرين كان هذا الكلام، نقول لهم تعالوا فعلا نريدكم اذا اردتم التروادير مستعدين ننتقل الى هذا المكان وتوضحون الواقع حقيقي على ارض الواقع. وبالتالي هذه كلها عباره عن هفوات، عباره عن يعني ردات يعني رده فعل بالنسبه لهذا الكيان يعني الذي لا يستطيع الوصول يعني كما وصلت الجزائر بتاريخها وبافعالها وبوضعها القانوني والدولي. شكرا على المتابعة، ونتلقاو فيديو جديد إن شاء الله.